حمات مادتين او حاجه ما كانت مكسوره واتلحمت. عربيه بارده افتح غطا الريداتير، تتاكد ان العربيه بارده الاول، علشان لو العربيه مش بارده الميه هتطلع في وشك هتحرقك. فلو العربيه بارده افتح غطا الريداتير وحط صباعك في الميه وامسك الميه كده ملمسها، شوف الميه عليها زيت عامله طحينه ولا في اي مشكله. غطا الموتور نفسه اللي هو بنحط منه الزيت افتحه كده وشوف الزيت عليه ميه ولا اي حاجه، عشان كده هنقول ان الوش السلندر ده فيه مشكله او جوان وش السلندر. ايه العفشه؟ هنبص على الكبالن ازاي، هنجيب العجل الطاره كله يمين ونطلع، لو ما طقطقتش، لو طقطقت يبقى عندنا كوبلن يمين محتاج يتغير، شمال كذلك الامر. هتمشي بالعربيه بالراحه وتيجي عند الحتت اللي هي فيها طوب صغير وتشوف في طقطقه او خبط في العربيه ولا لا، ده وانت طافي الكاسيت ومركز كده مع الصوت واحده واحده. انت واقف بقى هز الطاره يمين على الاخر واحده واحده، قصدي مش يمين على الاخر، واحده واحده شمال ويمين بس بالراحه. لو حسيت ان فيه صوت طقه وانت بتلف كده افهم ان في عندك مشكله في علبه الدركسيون. كده خلصنا بقى العربيه، يعني فحص مبدئي لحد ما تجيب فني يبص على العربيه. خلاص خلصنا ونجيب الفني برضو لا، شوف برضو التوكيلات، لو في توكيلات راجع اسم المالك بتاع العربيه اللي موجود في الرخصه مع اسم المشتري اللي هو الاولاني، التوكيل الاولاني والتوكيل الثاني، في كل التوكيلات وراجع كل الورق قانوني ولا فيه اي لعب ومشاكل. تطلع رقم الشاسيه ورقم الموتور وتطابقهم بالارقام اللي موجوده في الرخصه، لقيتهم بقى مختلفين تفهم ان في مشكله يبقى هنشوف عربيه غيرها، لقيتهم متطابقين يبقى الحمد لله الدنيا كده تمام. هنعرف منين بقى رقم الشاسيه ورقم الموتور؟ والله انت وانت واقف قدام العربيه تفتح اليوتيوب، انا العربيه الفلانيه رقم الشاسيه فين، العربيه الفلانيه رقم الموتور فين، هيظهر لك الفيديوهات بتاعتها. بقى جبت الفني وفحص العربيه وطلع اللي انت شفته هو اللي موجود في العربيه والدنيا تمام. طيب الراجل بقى صاحب العربيه يجيب لك شهاده مخالفات. المخالفه دلوقتي ب 1000 وب 2000 جنيه، ممكن تلاقي عربيه عليها 100000 جنيه تمام، ويجيب لك بحث امني عن العربيه، عشان ممكن تبقى العربيه اصلا عليها مشاكل في التامين، وتبص تلاقي نفسك لما الرخصه تنتهي تيجي ترخص يقول لك اصل عليها مليون جنيه تامين، فلازم تعمل بحث امني. بقى انا هجيب لك الحاجات دي بعد ما تشتري ان شاء الله يوم ولا اتنين ولا حاجه، لا سيبك منه ده بيهري عليك ومش هجيب لك حاجه. نفسك كويس جدا 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 وانت بتشتري عربيه مستعمله، انت بتشتري عربيه مستعمله، عارف يعني ايه مستعمله؟ يعني ركبها رجل واثنين وثلاثه واربعه. ما تنساش تشارك الفيديو ده عندك في جروبات العربيات علشان الناس تستفاد وتاخد انت ثواب وانا اخد ثواب، طبعا بتساعدني على الانتشار. يلا السلام عليكم.